اللي ما ناكلش المعلبات. عقلوا معايا، المعلبات، المشروبات الغازيه، مشروبات الطاقه، العسل، الزعتر، المعجنات، الاكل السريع. السلام عليكم ورحمه الله الاخوه والاخوات محاربي مرض السرطان، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جينا نذكرك، يقول لك وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. الريجيم الاخوان الله يجازيكم بخير، محاربين السرطان اللي مازال في مرحله العلاج. دائما تنبه لهذه النقطه، ما ديروش شي ريجيم الا باستشاره الطبيب. علاش الاخوان؟ كيف كتعرفوا في مرحله العلاج ضروري محارب السرطان خاصو يبقى محافظ على المناعه ديالو، وباش تحافظ على المناعه ديالك خاصك تاكل مزيان، وباش تاكل مزيان خاص السكر ديالك يكون مضبوط، الضغط ديالك يكون مضبوط. وكيفاش غتطلع المناعه وانت كتحيد السكر اولا كدير شي ريجيم غير حيت واحد السيد كتعرفو يعني اقترح عليك دير هذاك الريجيم وراه مزيان ولا حكا راه قالوا السكر؟ لا الاخوان، ما تبقاوش تصنتوا الناس. اي الدكتور ديالك، الطبيب ديالك اللي متبع معاك كل كبيره وصغيره قولها لي بغا شنو دكتور، دير معاه واحد الورقه وستيلو وقول لي كتب لي اشنو. ما تقولش لي لا ما مساليش لا ما يعطينيش وقت، بز منه يعطيك وقت. انت مريض ديالو، انت حاله عنده، خاصو يعطيك وقت. غير نعرفوا كيفاش نهضروا معاهم. راه كاينين بعض الناس اللي صراحه في الاسئله ديالهم كيقلقوا، يعني تقدر تجاوبوا على السؤال وشويه عاود يسولك نفس السؤال غير بصيغه اخرى. لهذا الريجيم ما ديروش حتى يقولوا لك الطبيب، يعني الطبيب هو اللي عارف الحاله ديالك. فاش كتشوف مرحله العلاج الاخوان، ريحت مع الطبيب قلت له دكتور اشنو اللي ما ناكلش؟ المعلبات، عقلوا معايا، المعلبات، المشروبات الغازيه، مشروبات الطاقه، العسل، الزعتر، المعجنات، الاكل السريع، المقليات، قلت المشروبات الغازيه، ومن عليه السقاطه، الحلاوه ديال الفانيت، الشوكولاته، بيموات، داك الشيء اللي يبعد منه. كل واحد والحاله ديالو، يعني الطبيب ديالك سول الا كنتي نفس الحاله ديالي هذا الشيء اللي غيقولوا لك. كانت عندك المعده، حاول تسول الريجيم ديال المعده. كنتو من محاربين سرطان الثدي، سولوا على الريجيم ديال محاربين سرطان الثدي. والغالبا غير الا كانت عندك شي حساسيه، بحال دابا انا كنعرف ناس عندهم نفس الحاله ديالي ونفس السن ديالي ولكن عندهم السكر. هذا الطبيب هنا غيقول لي السكر ما تبقاش تاكل، حيت هو ديجا عنده مشكل ديال السكر. وكاين اللي مساكن ما اكتشف السكر حتى جاو من المرض، ما كانش عارف ان عنده السكر. لهذا ردوا البال لهذه النقطه هذه. نجيو للنقطه الثانيه، وهو محارب السرطان من بعد مرحله العلاج. بعد مرحله العلاج كتبدا حياه جديده، يعني ما غنبقاش غادي في ذاك المسار اللي كنت غادي فيه شحال هذا، ما نبقاش غادي في ذاك الخطا اللي كنت غادي فيه شحال هذا، ما نبقاش ندير دوك الاخطاء اللي حسيت بهم، حيت حنا فاش كنمرضوا راه كنعرفوا الاخطاء اللي درنا في حياتنا واللي تسببوا لنا في المرض. متفقين؟ النقطة اللي مهمة أخرى هي الإخوان، حاولوا تخلوا راسكم من المشاكل. المشاكل والستريس راه هما سبب السرطان. الماكلة راه كتجي غير في المرتبة الثانية. يعني ملي كتكون مستريسي وكتكون معصب وكتكون حزين وباغي ترضي الناس وعندك واحد البيئة مشحونة، خصوصا في الدار، إلا كانوا عندك مشاكل في الدار وما خفتيش على راسك وما عرفتيش تجيري شغلك، حيت المشاكل ديال الدار راه كيتحلوا بالتي هي أحسن. يعني نريح أنا وداك السيد ولا ديك السيدة، نحلوا المشاكل. ما لقيناش كل واحد يقلب على صلاح بلاد. الطلاق راه ماشي حرام، ولكن باش نبقى انا عايش داك المرض وعايش داك الستريس وعايش داك الضغوطات في الحياه وكنمرض في راسي وكنمرض في ذاك الشخص، هذا راه ما تيبغي، كما تنقولوا لا ربي العاب. لهذا الاخوان دائما نقيو البيئه ديالكم ونقيو الاكل ديالكم، وان شاء الله تمشيو بخير. يعني ما ترجعش لذاك كما تنقولوا ديك الحياه اللي كانت عندك قديما. تنعرف ناس غير من عليهم الله بالشفاء، ولينا كنشوفهم في لي ريستو ولاو كياكلوا الماكله كيقولوا الناس اش غيوقع، هو راه نسى ان داك الشيء اللي داز عليه. بحال واحد السيد تواصل معايا قلت لي الدجاج الرومي بعد منه، قلت لي الدجاج الرومي بعد منه، كنناقش معاه بحال هكا الدجاج الرومي لا، سميتو اللحم ديال البقري، حاول تشوف شي واحد اللي كيذبح عجيلات صغار او لا شي حاجه بلديه. يعني هذا الشيء اللي كيكون مهجن راه ما خدامش، راك عارف باش طالع. جاي كنشرح ليه هو يبدا يقول لي واش انا ما نموت، من ناكل والو نموت، كتبقى لي حريه الاختيار. الاكل الاخوان ماشي ضروري يكون اليوم اللحم وغدا اللحم وغدا الدجاج وغدا كيف كتعرفوا الناس الوالا وانا تنعقل في التسعينات كانوا كيديروا لنا الدواز. يعني كيقول لك قهرنا اللحم، يعني طبنا باللحم، كيديروا الدواز بالخضره نهار عديسه نهار. يعني ماشي ضروري اليومي اللحم يومي اللحم، حيت التراكمات واللحم الدجاج ضروري ما غيديروا المشاكل. يعني اي واحد كيف قلت لك راه عنده واحد الميزان بانه راه عرف اشنو هو سببه. الا كانت سببك الماكله كتكثر من شي حاجه بحال المقليات وماكله الزنقه، حاول تبعد منها.
النقطه الاخرى اللي بغيت نقول لكم الاخوان، حاولوا تبعدوا من البلايص بحال القهاوي، البلايص اللي فيهم التدخين، خصوصا الناس اللي فايت فيهم السرطان. راه صعيبه الاخوان البلاصه اللي كيكون مجموع فيها بنادم، كيكون مجموع فيها المرض، الدخان، هذه راه قسما بالله الا صعيبه. المهم الاخوان الله يجازيكم بخير. لما تصنتوا الفيديو فهموني في بغيت ندوي لكم. الريجيم في مرحله العلاج تتسول الطبيب، ملي تكمل العلاج نقي ماكلتك ونقي حياتك، راه ما فيها باس تبدل العتبه، راه تبدل العتبه ربي غيسر لك. يعني ما تبقاش تقول لا هكا، حيت كاينين بعض الاعذار كيجيونا اللي حنا كنتيقوهم، ولكن ملي كنجربوا كنلقاو راه الله مخبي لينا ما احسن. المهم اللي شافاه الله يجيب ليه الشفاء، ونتمنى من الله يزيد في راحته. الناس اللي في مرحله العلاج الله معكم والله يكون معكم، وكنتمنى لكم الشفاء من كل قلبي. ونتمنى من اي واحد شاف هذا الفيديو يدعي مع اي محارب سرطان الله يجيب ليه الشفاء. ونتمنى من الله اي واحد كيتمنى الشفاء المحارب السرطان يقول يا رب. والسلام عليكم.